مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير يا رب. فيديو جديد. اليوم راح نسوي علاقة مكتوب عليها رمضان كريم على الباب بشكل جميل وسهلة وما تحتاج اي شي. راح نجيب كرتونة واي شي على شكل دائرة. هنا احيانا استخدمت الماعون، حددت على شكل دائرة وقصيناها وصارت عندنا كرتونة بهذا الشكل الدائري. احلى شيء الدائري احلى، يعني احسها. بعدها راح نجيب قماش خيش، انتو اي قماش تردون. اني سويتها بالخيش، يعني الابيض يصير، الرمضاني يصير، باي لون موجود. راح نبدي نغلف الدائرة بالقماش الخيش. هنا اني قصقصت كل الاطراف وبديت بالمسدس والسيليكون اربط كل الاطراف مع بعضها، واني اربط اشد بالقماش حتى يطلع الشكل جميل مثل ما نقول، او مرتب افضل. وكل ما نسوي جزء من يمه أشد زايد حتى يطلع الشكل مرتب، وصار الشكل بهذا الجمال. بعدين هنا ورقتين طباعة من أي مكتبة مكتوب عليها رمضان كريم. قصقصت الكلمة، كل حرف تقريبا وحدة مع الحركات والنقاط أكيد. هنا استخدمت حيرة بين النجمة الذهبية والنجمة السوداء. آخر شي استقريت عن النجمة السوداء، أحلى يعني شكلها أفضل. بديت ألصق كل الكلام الموجود على الكرتونة بالسيليكون، أو حتى يرهم بالصمغ هماتين، بس أنا متوفر عندي سيليكون سويته بالصمغ. بديت ألصق كل جزء من يمها بشكل عدل مرتب. هنا بعد ما لصقنا كل الأجزاء رمضان كريم، لصقنا كل الكلمات. هنا أنا محيرة، خليت هذا الدانتيل حسيته ما حلو، رجعت خليت هذا الدانتيل الملون هماتين ما اقتنعت بيه 100%. جيبه منه احطه منه، ما حبيت الشكل. بس هذه افكار الكم، يعني اللي يحب يغير المهم هي الفكرة، اللي يحب يغير بالقماش بالدانتيل كل الاشياء متوفرة. هنا أنا اخر شي استقريت على انه عندي هذه الخرز الخشبية، سويت من يمها على شكل سبح ابرة وخيط سويتهم، وهذه اشكالهم سويت من يمهم 5، وراح نبدي نلصقهم طبعا بالاخر شي. وهذا شكلها ان شاء الله يا رب يعجبتكم. لا تنسوني باللايك والتعليق الحلو. رمضان مبارك وكريم على الجميع يا رب.